حبايبي ام اسلام، العيال متأمرة، تعالوا نعمل مكرونة محمرة تخلي حياتك منورة. واسمعي يا سكرة، بس قبل ما نبدأ يا رب تدخلي الجنة وربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه. لو دوستي لايك واشتركتي في قناتي وجبرتي بخاطري، ودوسي لايك يا اختي وما تعليليش ضغطي. بصي، هنحط سمنة على زيت ونحمر المكرونة. شوية شوربة عندي حطيتهم هتغلي غلوة. كان عندي شاورمة لحمة، العيال مش عايزة تاكلها، فروحت حاطة معلقتين منها كده في وسط المكرونة. قلت تطعمها وتخليها برضو حلوة، ومنها تبقى فيها قيمة غذائية عالية المكرونة مع اللحم. ولحمة الشاورما دي كنت عاملاها ببصل، وانتوا عارفين بقى الطريقة، انتوا شاطرين. هقلبها تقلبتين كده وهشوف الحدق بتاعها، لقيته مظبوط. لان اللحمة فيها طبعا ملح وفيها توابل، والشوربة برضو فيها ملح وفيها توابل. قلبها تقلبتين، وهنجيب الطبق بالحلو بتاعنا ونغرف المكرونة وناكلها. وادي الشاي الجميل اللي يظبط دماغنا مع المكرونة الجميلة المتحمرة اللي بتخلي حياتك منورة. وما تنسوش صلوا على الحبيب قلبكم يطيب.